نعود إلى اللوحة لنرى أخطاء تقع عند نطق الضمة. فالخطأ الأول الذي نراه على الشاشة خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، وقد شرحته منذ قليل، نحو إنكم إنكم، هذه الكو لا تصح، بل نقول كم مضمومة ضما كاملة. الأمر الثاني خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، وهذا يحدث يعني عند بعض إخواننا من غير العرب كالأتراك مثلا، لأنهم معتادون أن يخلطوا الضمة والكسرة في نطقهم، فيقرأ أحدهم فيقول آباؤكم أكم، سمعتم آباؤكم، والصواب آباؤكم أوكو، يعني واو ضمة ليس معها ارتفاع لوسط اللسان. آباؤكو، اسمعوني جيدا، أوكو، وسط اللسان في وضع الراحة، اللسان لا يعمل. إن تعمدت ورفعت وسط لساني مع ضم الشفتين سيخرج هذا الصوت أكو، إن آباؤكم وإخوانكم، فهذا كله سببه استعمال مخرجين في آن واحد، ضم للشفتين يصاحبه ارتفاع لوسط اللسان. ما الحل؟ الحل أن نضم الشفتين فقط، لا نرفع وسط اللسان. ننتقل إلى الخطأ الثالث الذي نسمعه في عند نطق الحرف المضموم، وهو خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها، بها يعني بالضمة. مثلا نحو إياك نعبد بدو وإياك بدو، فلا يضم القارئ شفتيه، لابد من ضمهما فيقول بدو، إياك نعبد وإياك بدو،